الأخ أحمد عبد الواحد قراط. شكرا معالي الرئيس. واحنا في شهر رمضان الكريم وفي زيارات المجالس المباركة، سألني واحد كم نسبة شيعة البحرين؟ قلت له الشيعة في البحرين 100%. وسألني كم نسبة السنة في البحرين؟ قلت له نسبة السنة في البحرين 100%. احنا عندنا وطن واحد وشعب واحد يجمعنا. احنا في الشهر الكريم هذه وفي العشر الأواخر يجب أن نتكلم بمنطق يجمعنا، منطق نأتي إلى أمن وسلامة هذا البلد. القانون موجود، بس هل في كتابة القوانين أو في تطبيق القوانين؟ يجب أن يطبق القانون على الجميع من دون استثناء، القاصي قبل الداني. يجب أن القانون وضع ليحمي هذا البلد، لأمن وسلامة البلد، لجميع طوائفه والمقيمين فيه. يجب أن يطبق تطبيقا شاملا يحمي ويوفر الأمن والسلام لجميع المقيمين والمواطنين فيه. إذا كنا نبي نحلل المشكلة اللي احنا فيها، هل هي مشكلة أمنية أم مشكلة سياسية أم مشكلة معيشية؟ خلينا نحلل الوضع اللي احنا فيه. احنا عندنا هناك جهات ما كانت تقوم بمقامها في أثناء الأزمة من 2/1 كما ينبغي. الإعلام الرسمي ضعيف ولا يقوم بالإعلام الذي يجب أن يحمي الدولة. إعلام فاشل، وما زلنا في فشل لفشل. الدبلوماسية، وين الدبلوماسية اللي موجودة في البحرين؟ في كل سفارة 2 أو 3 لو سوى اجتماع حق أي وفد ما عندهم ميزانية. تصرف الفلوس على السيارات وعلى الخيول، ولكن أمن القومي البحريني ما تصرف عليه ذاك المبالغ. إن ينطالب تالي اسحب طبق، ما يفيد معالي الرئيس. هذه بلد أمن الجميع، أمن قومي يجب أن يحمى من الجميع. أنا ما أتكلم عن طائفة والله عن أحد، أتكلم عن الجميع. أن الوطن هذا يجب أن يحمى من الجميع. احنا قدرنا أن نعيش مع بعض، المسجد والموتم والكنيسة والمعبد كله يم بعض، وعشنا على هاللون وربنا على هاللون وربنا اهالينا على هاللون. اذا احنا حطينا قوانين وما طبقناها، هذا الحل اللي وصلنا فيه، عدم تطبيق القوانين. هذا الحال اللي وصلنا فيه واحنا نستاهل، لانه ما طبقنا القانون. لو طبقنا واحترمنا القانون، الكبير والصغير احترماه، ما وصلنا لهالحال. معالي الرئيس، في نداء لكم كرئيس مجلس الشورى والنواب. احنا عندنا في البحرين ثوابت، الثوابت هذه لازم ان احنا نتمسك فيها. الدستور، ميثاق العمل الوطني، البحرين خليفة يحكمها أهل الخليفة الكرام، ودولة القانون والمؤسسات. يجب أن يشكل وفد من قبل هذا المجلس ويذهب لجلالة الملك اليوم قبل باكر. احنا مو في أزمة، احنا في أزمات وفي مشكلات. لا نضع أن الأمور هذه أنها تحل أمنيا، لا، تكاتف الجميع. إذا كاتفنا احنا كلنا جميعا راح نحل المشكلة. أما احنا نقول نبي نسحب، نبي نسفر، نبي نشدد، نبي هذه، لا، بالحوار. خلي الحوار يكون للجميع، ولازم تغلق الحلقة للحوار، يعظون الناس اللي لهم حل المشكلة، اللي لهم أساس في المشكلة هذه. لا يبون لنا يضربون الدائرة من غير الناس اللي لهم أمر في هذه المشكلة. شكرا، بارك الله. شكرا.